السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل فراخ، انا بسميها الفراخ العبقرية. فراخ بصراحة الطعم بتاعها فوق الخيال، فوق الجمال، فوق الوصف بصراحة. معايا كده الفراخ بتاعتي. لو الفراخ عندك كبيرة بتحاولي تنغزيها كده بالكزلك او السكينة عشان تشرب من كل التتبيلة بتاعتي. في اي فراخ مشوية بنعمل الحركة دي عامة يعني، بس على حسب قطع اللحمة بتاعتك. ومعايا بصل انا مقطعاه بصل جوليان. البصل اللي عندي بصل ابيض، لو عندك بصل احمر براحتك، المتواجد عندك اعمليه. ومعايا فلفل برضو مقطعاه جوليان. ومعايا البهارات بتاعتي، فلفل وجنزبيل والسبع بهارات. لا مش السبع بهارات، اسفه، دي فراخ، بهارات فراخ مشويه. وملح ومعلقه من الخل. وطبعا معايا ليمونه برضو، مقطعاها كده هعصرها. هنزل بالفلفل والبصل في الطبق، في بولة، في اي حاجة انت هتدبلي فيها عندك. وهنزل هجيب البهارات بتاعتي برضو. البهارات المتواجد عندك زي ما قلت لك حطي فيها. انا بحب احط جنزبيل في الفراخ المشويه، وبحب احط الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر لازم يكون متواجد في اي تتبيله عندك، لانه بيمنع الزفاره تماما. ومعايا كده مكعب او اتنين من مرق الدجاج، بس هو بس عشان يعلي التست شويه، لو حابه تستبعديه براحتك. بس هو يعني ايه، بيخلي الطعم معايا يعني ايه، بيزود من الطعم الحلو معايا في الوصفه بتاعتي. بافتح كده المكعبات وباضيفها هنا بقى. يعني عايزه اقول لك ان اكتر الحشو بتاع الفراخ التتبيله ديت كده. بس احنا دايما ايه، بنقطع البصل والفلفل في الكبه في الخلاط، بنفرمهم كده على المبشره. المهم يكون البشر ناعم. هنا المره دي مختلف تماما. التقطيع معايا بصل جوليان، يعني اللي هو التخريط الطويل ده، زي بصل الكشري. هنا الوصفة يعني بصراحة يعني في منتهى الجمال. قلت لك ان الايه، الطعم هيعجبك قوي بصراحة، وهيشرفك كده قدام اولادك. حتى لو اولادك مش بياكلوا الفراخ المشوية بالطريقة المعتادة، هياكلوها بالطريقة ديت، لانها بتكون طيبة وجوسي وحلوة قوي. نزلت بالبهارات بتاعتي والخل والليمون والملح. ونزلت كمان بمعلقه كده صغيره خالص لا تذكر من الزيت، بس لان على عايزه البهارات والملح وكل حاجه تتماسك على البصل. وده بيجي من معلقه الزيت اللي احنا بنحطها، ان كل حاجه تكون متماسكه كده على البصل، ويشرب بسرعه التتبيله بتاعته. وعلشان يبقى لان طبعا البصل متقطع جوليان، عشان يبقى متماسك كده. ويخلي كمان الفراخ بتاعتي تشرب بسهولة التتبيلة بتاعتي. بدعك كده البصل كده بالتتبيله بتاعته. زي ما قلت لك البصل معاكي، لو عندك بصل من اللي هو البصل الاحمر ده كان متواجد، الابيض بصراحه. هو البصل خلاص الجديد طلع وبقى بيلف خلاص بالعربيات. الكيلو ب10 جنيه، معرفش في اماكن تختلف عن اماكن. بمسك بقى قطع الفراخ بتاعتي، حابه تحطي كده في تحت الجلد براحتك. احنا كده كده الفراخ هتتدبل ولسه في تتبيله تانية كمان غير ديت، فهتاخد من كل المكونات بتاعتي. بس انا بصراحه البصل معايا كانت كميته كبيره، فحبيت. فهو يعني المعتاد ان يعني الوصفه بتاعتك بتحتاج، انتوا شايفين كميه البصل ديت بصلتين اتنين بس، يعني مش كميه كبيره ولا حاجه. بس هو عشان يعني متقطع جوليان رمي معايا كتير يعني. فانا حبيت ان انا ادخله كده في تحت الجلد. وطبعا هسيبه بقى لو انت عندك مستعجله. انا بصراحه سبته تقريبا ساعه. لكن لو انت مثلا حابه تعملي الوصفه دي من بالليل، بيزيدها جمال بصراحه، بتزيدها حلاوه. لكن انا سبتها بس لمده ساعه كده على ما قليت، وسبت الصلصه بتاعتي تبرد. كانت يعني خلاص مر عليا يجي ساعه، وركنتها واشتغلت براحتي بقى. الوصفة اللي يعني تتبيلة الفراخ كده ممكن تسيبيها على كده كده خلاص. ممكن تتبلي الفراخ بالطريقة ديت، حلو قوي. لغاية هنا ممكن تمشي الوصفة كده وتكمليها وتشويها عادي. هنا بقى انا جبت معلقتين من الزيت وصبع كده من الزبدة، كانت زبدة جاموس كمان. وجبت كمان بصلتين من البصل، برضو نفس البصل، بصل ابيض زي ما قلت لك. لو ايه المتواجد عندك، انا كان متواجد عندي البصل الابيض واشتغلت بيه عادي. مش بحمر بقى البصلة. هنا انا يا دوبك صفرت البصلة بتاعتي، دبلت واصفرت. هنزل بقى، انا عندي فلفل الوان، كان عندي فلفل احمر واصفر واخضر، خرطت برضو كده من كل نوع. نص فلفلاية كده، يعني الفلفل تقريبا بيبقى ساعات بيبقى كبير وساعات صغير.
قطعت معايا من كل واحدة كده نص واحدة كده وضفتها على البصل، وحطيت برضو ايه يعني عايزة البصل معايا يكون احمر. شفت بصل بس مش احمر قوي زي الكشري، لا، عشان ما يبقاش يعني ايه تقيل عليكي على المعدة كده. جبت عندي بقى، انا عندي توم لسه متفرز في الفريزر، نزلت كده بمعلقة من التوم. طبعا عايزة كمان التوم يحمر، يعني قبل البصل ما يكون هياخد اللون الاحمر الاول خالص، نزلت عليه بالمعلقة من التوم علشان التوم كمان يطلع ريحته ويحمر معايا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. البصل بالفلفل بالثوم احمر زي ما انت شايفه كده. بيكون عندك بقى خلطه من تقريبا إيه الطماطم اللي عندك. انا عندي طماطم متفرزه، فعندي براحتي افرم براحتي طماطم براحتك المتواجد عندك. يعني الوصفه دي ما بتحتاجش طماطم كتير قوي يعني، بس على حسب كميه الفراخ اللي هتحطيها. انا حتى 5 منابات، يعني فرخه وربع، عملت تقريبا كيلو من الطماطم، يعني كيلو صافي، كيلو طماطم احمر كده. مش مثلا صفرة مقيحة، لا دي كانت طماطم حلوة حلوة قوي يعني، وملحمة. فرمت معايا بصراحة، يعني الصلصة حلوة. نزلت معلقة كمان من الخل. لو حابة ولو عندك صلصة وحابة تضيفي صلصة براحتك في الوصفة ديت. نفس البهارات عندي، لا هنا بقى كزبرة ناشفة، وهنا ال7 بهارات وملح، لان انا حاطة في الفراخ وانا بتبلها الفراخ، بهارات الفراخ المشوية. هنا بحط ال7 بهارات وكزبرة ناشفة وملح. ولو زي ما قلت لك لو اي بهارات عندك وحابة تضيفيها بتضيفيها. الصلصة خلاص معايا استوت كده. باجيب بقى الفراخ بتاعتي، بمسح الصينيه بتاعتي مسحه بسيطه خالص من الزيت. ده لو حابه تمسحها يعني وحاسه ان هي هتلزق، بس هي مش هتلزق ان شاء الله. واخد البصل بقى كده، طبعا البصل خلاص بقى عندي. يعني عندي بصل في كميه كبيره بحطها كده تحت الفراخ، وبرص الفراخ بقى الرصه اللي تريحك. زي ما قلت لك، حابه تشوي الفراخ على عندي كده خلاص برضو بتبقى حلوة. يعني تقطيعة البصل برضو بتدبل الفراخ ومية مية، يعني ما فيش اي مشاكل. تمام. وزي ما قلت لك، وزي لسه هقول لك بقى معلش، لو حابة تضيفي بطاطس تحت من الفراخ شغال، يعني ممكن تعملي كده برضو. بس بصراحة هتقلب معانا بتبقى ايه صينية بطاطس بالفراخ، يعني هتقلب معايا بطاطس بفراخ. لكن احنا هنا عايزينها طريقة فراخ مشوية بطريقة جديدة، طريقة الطعم بتاعها في منتهى الجمال في منتهى الخيال. انا ان شاء الله اللي هيسمع الفيديو ده وهيجربها هتعجبه ان شاء الله بإذن الله يعني. هي كل الموضوع هنا ان احنا عملنا دبنا الفراخ بالبصل الجوليان والفلفل، وعملنا صلصة برضو من البصل الجوليان والفلفل وصلصة الطماطم. انا ظبطت برضو الفراخ بتاعتي كده. وطبعا ممكن تنزلي بالطماطم هنا على طول كده وهي مستوية على الفراخ، بس انا هنا عايزة الطماطم بتاعتي يعني الطعم يكون يعني احلى من كده كمان. انا عندي هنا كنت سبتها يا دوبك هي ده حاجه بسيطه كده، مش كنت مستعجله بمعنى اصح بصراحه. لكن لو انت عندك، انت اصبري عليها عشان الخلاط بتاعك. لو عندك الهاند بلندر بيعملها بالهاند بلندر. معلش عشان ما جتش في التصوير، انا حطيت معلقه من العسل ومعلقتين كده من الزبادي كان متواجد عندي حطيتهم. مش حابه تستبعديهم براحتك، وخفرمتهم كده في الخلاط. هما ما جوش في التصوير، انا بصراحه كنت مستعجله، طبعا الكهرباء بتقطع دلوقتي ساعتين، وكنت بحاول اخلص التصوير قبل الكهرباء ما تقطع والاضاءه تكون عندي ضعيفه جدا، فحبيت يعني ايه عشان كده يعني انا ما جبتهمش في التصوير. لكن هم بانوا في الخلاط معلقتين كده او 3 او علبه زبادي ومعلقه من العسل. باحاول بقى انزل حابه تحط مثلا نص كميه الصلصه تحت وتقوم حاطه الفراخ ونازله بالكميه براحتك. وزي ما قلت لك لو حابه تحطي بطاطس تحت منها هتبقى في منتهى الجمال. حابه زي ما قلت لك ان انت تنزلي برضو الصلصه كده على طول بدون ما تفرميها في الخلاط براحتك، بس الحركه ديت بتدي اضافه وطعم في منتهى الجمال في منتهى الجمال كده. بدخلها الفرن بقى. انا بصراحه دخلتها الفرن اخدت معايا من غير تغطيه، مش هتغطيها. يعني خلاص هي خلاص بتطلع من الفرن، ما بتحتاجش ان تغطيها عشان تاخد بخار ولا حاجة. لا هي بتستوي. وزي ما قلت لك لو كان تحتها بطاطس كانت هتقلب معايا لصينية بطاطس. بتعملي جنب منها بقى رز ابيض، رز بشعرية، مكرونة، تغمسيها بعيش. عايزة اقول لك والله العظيم هتعجبك، هتبهرك كمان قدام اولادك.
انا كان عندي رز شعريه فايض بصراحه، سخنته لبنتي كانت جايه وقالت لي انا عايزه اكل رز ابيض كمان معاها، حطيت كمان رز ابيض وحطيت الصوص بتاعها عليها كده. وزي ما قلت لك حابه تاكليها باي حاجه، هي تتاكل باي حاجه. ده كان فيديو النهارده كده، يا رب كده تكونوا استفدتم واتبسطتم واتسليتم، وقدرت افيدكم ولو بمعلومه صغيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.